السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للمتابعين والمتابعات الأوفياء. بدر مفتاحي يحييكم. أولا اسمحوا لنا، هذا الفيديو كان المفروض يتصور البارح ويتحط، هذا الشيء باش وعدتكم. حتى الإخوان اليوم راه تواصلوا معايا وقالوا لي ياك لاباس علاش ما حطيتيش الفيديو البارح. كانت ظروف معينة ما خلاتناش. اليوم عاد كتب الله عز وجل وتيسر أننا نصوروه ونحطوه. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، الموضوع ديال اليوم بغيتكم تركزوا معاه، الله يجزيكم بخير، من الاول حتى الاخر باش تفهموا وتعرفوا القصه من اولها الى اخرها، وتكون المعطيات كلها عندكم، حتى اللي بغى ياخذ منها شي حاجه يتكلم عليها من بعد ياخذ داك الشيء كامل وصحيح. فاللي عنده شي ورقه وستيلو يحضرها ويسمع، واللي بغى يهز شي مقطع في الاخر من الفيديو الله يسخر. الموضوع ديال اليوم صراحه ما كنتش كنتمنى اننا نوصلوا لهذا المستوى في الرد، لأنه التربية ديالنا كأبناء الإمبراطورية المغربية الشريفة، التربية ديالنا الدينية والأسرية علمتنا أننا مهما كان الخلاف والاختلاف مع شي واحد ولا الرد ديالنا عليه، ضروري كنخليو خط الرجعة أو ما تسميه العرب قديما شعرة معاوية. ما تنقولوش كل شيء، يعني تبعا للسنة النبوية: أحبب حبيبك هونا ما فلربما يكون عدوك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فلربما يكون حبيبك يوما ما. لكن للأسف الشديد هذا الشخص أو هذه الأسرة ككل ما خلتناش خط الرجعة ولا شعرة معاوية، لأنهم هما فاجروا في الخصومة. وعلى فكرة كل الإعلاميين المحترمين الموجودين في جمهورية فيلاجلفت اللي ردوا على المغرب وانتقدوا المغرب أو هاجموا المغرب، السياسة، هاجموا الملك، هاجموا التاريخ، تكلموا في هذا الشيء دابا اللي تيروج في هذه السنين الأخيرة في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام ديال جمهورية فيلاجلفت، ولا واحد منهم تجرأ أنه يضرب في أعراض المغاربة والمغربيات، بداية من رأس الهرم جلالة الملك حفظه الله تعالى، نهاية إلى أصغر مغربي ومغربية، وليس في المغاربة صغير. لكن هذا الكلب ديال بونيف هو الوحيد اللي كما تيقولوا في جمهورية فيلاجلفت زاد على ما وصوه. داكشي اللي وصوه عليه هو زاد، والزيادة اللي زادها بغى يأكد فيها الولاء ديالو المطلق إلى النظام العسكر، وهو ما عرفش بأن هذه الزيادة اللي زادت هي القاضية ديالو في جمهورية فيلاجلفت، لأنه كيلعب آخر الورقات ديالو. ودائما الإنسان لما تشوفوه تيعطي أكثر مما يطلب منه، عرفوا أنه كيحاول يثبت الولاء ديالو. في مرحلة بداو الناس كيحطوا علامات الاستفهام على الولاء ديالو وعلى التفاني ديالو في الانبطاح لنظام العسكر، وما عرفش انه هو كيلعب الدقائق الاخيره ديالو، لانهم دائما الانظمه الديكتاتوريه العسكريه كتعامل مع هذا النوع من الاعلاميين او هذا النوع من الابواق او الكلاب النابحه بحال ورق الحمام، تستعمله ثم كترميه حيت كتنتهي منه الحاجه. كما قلت لكم هو تجاوز كل الاعلاميين المحترمين، وتجاوز حتى القبح ديال بعض الاعلاميين. هو الوحيد اللي كما قلت لكم جرأ انه يضرب في الاعراض ديال الناس وديال المغاربه. انا ما وصل لي بوالو من الناحيه الشخصيه، ما قال عليا والو، لانه لا يعرف عني اي شيء. حاول يتعرف، حاول يتواصلوا معايا في الواتساب، حاول يصيفط لي ديك الحسابات الوهميه ديال كرغوليات على اساس انه انا عشاق ملال وتعجبني شي وحده ونبدا نقول لها شنو كاين في كرشي، لكنه طاح مع مغربي كما تنقولوا حنا راجل مو. فمن هذه الناحيه دي ما وصلني بوالو. لكن الكلام المتكرر ديالو على جلاله الملك وعلى العرض ديال جلاله الملك، ثم الكلام ديالو مؤخرا على الفقيه الفيزازي اللي كنقدم له تحيه، انا كنسميه عمي الفيزازي، عمي محمد الله يحفظه ويطول العمر ديالو، واجب علي انني نرد عليه. واجب علي من الناحيه الدينيه، كما في حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي في البخاري من حديث انس: انصر اخاك ظالما او مظلوما. وكذلك من حديث ابي الدرداء اللي في الترمذي: من رد عن عرض اخيه كان له حجابا من النار. وكذلك من الناحية الوطنية نحن ملزمون أننا ندافعوا على بلادنا وعلى المغاربة كبارا وصغارا، سواء كان هذا المغربي معروف ما معروفش، مشهور ما مشهورش، أي مغربي يتعرض للهجوم أو ينتقص منه أو شي حاجة بحال هكا، واجبنا ديننا ووطنيتنا تلزمنا أننا ندافع عليه وندب عن أعراض إخواننا. فواجبني أنني أرد عليه.
واحد القاعده ولا هي مثل مغربي حنا تنقولوه، كان كيحسبني ان هذا المثل كينطبق على هذه الاسره ديال بونيف اللي هو في كل دار كاين كيدار. فكنت كنظن بانه مصطفى هو الكيدار الوحيد في اسره بونيف، لكن للاسف لما بحثت ولما قلبت ولما وصلتني الاخبار من وسط جمهوريه فيلاج اللفت عن طريق مجموعه ديال الناس، سواء كانوا في الامن ولا كانوا ناس عاديين ولا كانوا الاصدقاء ديالهم والجيران ديالهم، اكتشفت ان هذه الاسره كلها اسره كامله اسره كيادر، تا واحد فيهم ما فهمتيني، كل بدايه من الاب نهايه الى اصغرهم سنا. باه هو راه معروف سميتو الحاج هو سميتو الحاج وفي نفس الوقت حاج، فالحاج بونيف نهايه الى اصغرهم اللي هو مصطفى، مرورا ببقيه الاخوان والاخوات ديالو اللي غادي تسمعوا الاسماء ديالهم والقصص ديالهم والقصص ديال هذه الاسره كلها. فهذا الفيديو غادي يكون اخر مسمار يضرب في نعش بونيف باش ننتقلوا مع مراه مباشره الى بقيه الكلاب النابحه، وكل واحد عندنا عليه ملف اسوأ واسود من الثاني. فاول حاجه بغيت نبدا بها هي المسيره الدراسيه ديالو. احنا ديك النهار تكلمنا على انه هو علامه الفشل ديالو في الدراسه، علامه انه فاشل في الدراسه ديالو انه ما استقر في شي تخصص لاكثر من سنه. فقرا الموسيقى، قلب لقى راسو لا صوت لا صوره، بدل للمسرح، دوز اقل من سنه طردوه من المسرح، مشى للطب، حاول فشل، دخل للقضاء قرا فشل، جراو عليه من نقابه المحاميين، حاول يدير شويه ديال القصص الساخره وبدا تيدور بها في المنتديات، حتى منتدى ما قبلو وحتى واحد ما عجبو داكشي اللي كتب. اخر حاجه لقاها هي انه يخدم كصحفي وكبوق وكسباب وشتام وكشخص عنده استعداد انه يتجاوز كل الحدود فقط ليحقق ذاته، تجاوز الحدود ديال الاخلاق والقيم والمبادئ. وانتم غادي تشوفوا هادشي اللي غادي نتكلم لكم عليه. فمن خلال البحث ديالي والتواصل ديالي مع الاصدقاء ديالو في ايامات الدراسه، غادي نكتفي بالشهاده ديال جوج اشخاص، يعني شخصين فقط اللي قراو معاه، وهما الوحيدين اللي سمحوا لي انني نذكر الاسماء ديالهم. عندي ناس اخرين ما غاديش نذكر الاسماء ديالهم لانهم خايفين على راسهم، وكذلك ما كتعرفش لانه ممكن ثاني يوم يصبحوا في الحبس، وهذا الشيء اللي تيوقع لاي واحد كيقول شي حاجه على النظام وابواق النظام. فلما تواصلت مع الاستاذ علي حجاج، الاستاذ علي حجاج هذا من الاصدقاء ديال الطفوله، ولا شك راه الان بيناتهم قطيعه ديال بونيف. لما سولته على الدراسه ديال بونيف كيفاش كان كيقرا وكيفاش كان في الدراسه ديالو، قال لي بزاف ديال الكلام، لكنه حاجه وحده قالها لي رسخات في الذهن ديالي وحتى انني سجلتها. قال لي في حياتي، هذا الاستاذ علي حجاج، وغنتحدى بونيف يطلع يكذب هادشي لانه كنجيب له الاسماء ويجيب له حتى التواريخ. قال لي ما عمري شفت في حياتي امي يحمل شهاده جامعيه بحال مصطفى. وهذا الشيء شكون اللي كيزيد ياكدو هو المسيره ديالو. واش واحد بدا باش تعرفوا ماشي كينقز، ماشي كينتقل دابا من تخصص لتخصص قريب منه، كينتقل من تخصص الى ناقضيه. هذا علامه الفشل، التخبط. يعني مثلا واحد كيقرا الرياضيات، خرج من الرياضيات دخل الفيزيك، كاين تقارب ما بين الماتيماتيك والفيزيك شويه المهم، ولكن من الرياضيات للاسلاميات كي دار ليها اصلا بعاد بزاف. لما كتلقى بونيف خرج من الطب للغناء للمسرح للقضاء، الروايه الساخره، كاتب سيناريوهات، شويه بغى يكتب الافلام، شويه بغى يكتب مسرحيات، شويه نقز حتى ولا اعلامي ولا بوق من ابواق النظام. يعني حتى حاجه من هذا الشيء ما عندها علاقه باختها، وهذا علامه على انه تينقز، باغي
غير فين يلصق ويثبت ويخدم ويجيب فلوس وياكل ويشرب. فلما لقى بانه اخر حاجه تصلح له هي انه ينعس على كرشو ويوصل يولي بوق من ابواق النظام اللي مستعد يتجاوز كل الخطوط الحمراء باش يثبت الولاء ديالو، دارها. فقال لي عمري شفت شي واحد امي يحمل شهاده جامعيه بحال مصطفى. لما تواصل معايا السي علوشي همهم، هاد الاسماء هذه مصطفى يعقل عليها ما يعقلش عليها لانه ايام الدراسه الجامعيه. قال لي لما قلت له شنو كيبان لك في المسيره ديال بونيف، يعني قرا معاك وتعاشرتي انت وياه سنوات في الثانويه والجامعيه، الدراسه الثانويه والجامعيه، فشنو بان لك؟ قال لي هذاك بزناز كيقلب على مصلحته حاب يوصل، هكذا قال لي بالكلمه بزناز حاب يوصل. بزناز بمعنى هو مستعد يدير اي حاجه ويتنازل على اي حاجه ويدير اي حاجه فقط باش يحقق الطموحات ديالو. الشيء الغريب اللي حكى لي واحد السيد من عين سارة من الهامل، قال لي السي بدر علاش ما ركزتيش، لانه كان شاف الفيديو ديالي، قال لي علاش ما ركزتيش على واحد القضيه وما انتبهتيش ليها. قلت له شنو هي؟ قال لي يا بونيف ما تزوجش حتى دار 35 سنه، مع انه هو خدم صغير، هو خدم كمعلم في المدرسه صغير، بمعنى عنده الفلوس قادر يفتح اسره، ولكن علاش؟ قلت له علاش؟ قال لي لانه هو من صغرو حنا كنا عارفينه نقش، ومن صغرو كنا عارفين الميولات ديالو الجنسيه، والاسره ديالو اللي هو باه وامه، باه كان طردو من الصغر، كان جدو سعد هو اللي مربيه. على فكره هذه هي التصويره ديال جدو، انت مصطفى جدك جبت لك تصويرته باش تعرف. فقال لي هو كان رافض فكره الزواج، نهائيا رفض فكره الزواج. حنا كنعرفوا الانسان السوي، وخاصه الانسان الا خدم الحدود 20 سنه 25 سنه 27 28 سنه 30 سنه كاع كينوض يقلب على بنت الحلال ويكون اسره ويدير دار. لكن هذا المخلوق او هذا النقش اللي دار 35 سنه وما تزوجش، بدات كتطرح علامه استفهام في الاسره ديالو. كيفاش قصدك انت حتى ما بغيتيش تتزوج؟ ياك الخدمه راك خدام، الدار عندك دار، علاش ما بغيتيش تتزوج؟ علامات الاستفهام اللي كانت كتحط عليه هي اللي خلات الاسره ديالو خاصه الام ديالو تطلب منه انه يتزوج، ولا غادي يتبراو منه لانه غادي يفضحهم. خوتو كلهم مزوجين والا هو اللي باقي ما باغيش يتزوج وكيكبر و35 سنه والناس قدو تزوجوا داروا ولادهم وداروا اسرهم الا هو. فقال لي يعني 35 سنه ما تزوجش. فلما لما كثرت عليه الاسئله عاد هو بدا يفكر في هذه القضيه وناض تزوج. وفي الاخر حنا عرفنا شنو تزوج، لانه تزوج في سنه 2013. ناض لما تزوج قال لك بغى يبوسها ساعه عماها، تزوج مراه ارجل منه. وراه قلت لكم في واحد الفيديو بانه النوع ديال بونيف ديال مصطفى كيحتاج لشي وحده تحكم عليه، شي وحده تحكم فيه، لانه هو مولف يعيش معيشه متلقي الاوامر، ندير. فغادي ياخذ واحد السيده اللي تعيش هي وياه العلاقه ديال الزوجه مع راجلها والتكامليه ما يعرفش، لهذا مشى اختار. مع انه على فكره العرس ديالو اللي داروا في 2013 باه ما حضرش، مع انه هو راه تصالح مع باه في 2009. انا كنت قلت لكم بان باه طردو لما اكتشفوا القضيه ديالو في المدرسه في عين سارة. من بعد ما تطرد بدا شويه ديال الصلح، خاصه باه الحاج بونيف لما مشى للعمره في 2009. كانت هذيك هي المناسبه على انه يتصالح هو وياه واستقبلوا في المطار مع خوه ناصر الى غير ذلك. فتصالح هو وياه من ديك الساعه باه شويه مره يتواصل معاه. لما جا الزواج ديالو في 2013 باه ما حضرش الزواج ديالو، ونتحداه يجيب تصويره ديالو مع باه. انا قلتها له في ذاك الفيديو، وطلع في واحد الفيديو تيقول لهم لا ما عندناش، ما كناش مهتمين بهذا الشيء، نتحداك.
نتحداك تجيب تصويره وحده ديالك مع باك ولا تصويره ديال باك في العرس ديالك، ما تقدرش تجيبها. علاش؟ لانه اصلا الاب ديالو كان غير متفق مع هذا الزواج هذا. وقلت لكم علاش غير متفق، لانه الاسره ديالهم ما عندها علاقه بالاسره ديال بوعلم. الاسره ديال بوعلم هي اسره معروفه تابعه للمخابرات وفيها ناس في المخابرات، ومصطفى كيقلب على شي حاجه باش يتلصق النظام العسكري في جمهوريه فيلاج اللفت. بانت له عتيقه تزوج بها وهي اللي كتحكم فيه. فنقدروا نقولوا بان عتيقه دابا بنت بوعلم الزوجه ديالو هي الجندي الموجود معاه في الدار اللي تيعطيه الاوامر، لانه هو الا ما خداش الامر راه غادي يمرض. هذه باش نكونوا متفقين عليها. كذلك مزيان بونيف يخرج عند المتتبعين ديالو من سكان جمهوريه فيلاج اللفت اللي هو الشعب المهابيل، 13 مليون حمق و10 المليون نقش و10 المليون ديال العاهرات والداعرات الكرغوليات. مزيان يخرج عندهم ويقول لهم شنو هو الخلاف اللي وقع بينه وبين خوه ناصر، اللي بسببه خوه ضربه، خوه ناصر خوه الكبير. وعلى فكره هاد القضيه هادي ديال خوت كيضربوك ماشي اول مره، ماشي اول مره يضربوك، وماشي اول مره يتبراو منك، وماشي اول مره ترتفع الاصوات في الدار ديالكم بسبب الافعال ديالك الغير الشريفه الجنسيه اللي كانت كتوصل لهم، بسبب الاسم اللي كان مطلق عليك في عين وساره اللي هو مصطفى النقش، والاسم الجديد اللي حطته لك عتيقه اللي هو سطيف. فمزيان تقول للناس المشكل اللي وقع بينك وبين ناصر. وعلى فكره انا كنت كنظن كما قلت لكم بان هذه القضيه ديال في كل دار كاين كدار كاينه في مصطفى فقط، لكن اكتشفنا ان الاب ديالو نفسه حتى هو نسال الله السلامه والعافيه قليل الادب وقليل الحياء، تواصل معايا باه باش ما يقول لك فوتوشوب ماشي فوتوشوب. هانتوما غادي تشوفوا فيديو مصور من كامله من اوله الى اخره. باه اللي هو المفروض اطار تربوي، اللي هو المفروض انسان محترم، اللي هو المفروض حاج وبلحيته، والمفروض انه تابع لجماعه الاخوان المسلمين، يعني يكون واحد شويه ديال الاحترام والادب والاخلاقيات بحكم انه هو يدعي انه اسلامي. وهذه القضيه ديال اللحيه ما دارها حتى مؤخرا، ومن وراها شي حاجه عندها علاقه باختلاس ديال الاموال ديال واحد الجمعيه في عين وساره. المهم ما علينا، سرق ما سرقش شغلو هذاك غيتحاسب هو يوم القيامه على داك الشيء. فلما تواصل معايا كنلقى في الرسائل الحاج بونيف، وانا عارف بانه سميتو الحاج، قلت يمكن غادي السيد غادي يكون تيقول شي حاجه، تيقول لي محاول على ولدي نضربو قياس، راه مسكين الوليد هكاك عيبو هكاك تولد. كنكتشف انه مصيفط رساله كلها سب وشتم وطعن فيا وفي الشرف ديال الوالده ديالي. المفروض هذا انسان تربوي، انسان مفتش، انسان تعليم، انسان اديب، دابا اديب وتربوي، وزاد عليه قالك حتى هو راه شريف. قالك انا راه من اولاد مولاي ادريس فاس. الحاج بونيف، واش الانسان التربوي والمؤدب واللي بلحيته والملتزم واللي تابع جماعه الاخوان المسلمين واللي تيحج والعمره وزيد يقول هذا الكلام هذا، يتلفظ بهذا الكلام هذا الكلام ما تيتلفظوا به الا دراري الزنقه. حنا كنا كنعتبروا المدرنا الاحصائيات ديال عدد الكفره بالله في جمهوريه فيلاج اللفت اللي سبوا الرب علانيه، لقينا لكم وصلتوا 4 ديال المليون ديال الملحدين. كنا تنقول يمكن هادو غير اوسط الشباب، ساعه صدقتوا حتى نتوما الكبار بحال هكذا. فاذا كنتي انت هكا، فهذا الشيء اللي كنسمعوه حنا من مصطفى وهذا الشيء اللي تنسمعوه من بقيه الناس، اذا شي حاجه عاديه، شي حاجه عاديه. وبما ان الاب ديال بونيف اللي هو الحاج بونيف هذا هو المستوى الاخلاقي ديالو في السب والشتم وتيقول كلام طيح، انا اللي صغير ما نحش ما نقولو. يعني انا واخا نختلف مع شي واحد كبير في العمر ويسبني، تربيتي ما تسمحليش انني نسبو بكلام طيح. يمكن نغوت عليه، يمكن ندفعو كاع، ولكن باش نقول هذا الكلام اللي تيقولوا باك، اذا هاد قله الادب وقله الاحترام وهذا التجاوز
اللي تديرو راه ما جبتيهش من شي حاجه بعيده، جبتيه من داركم، جبتيه من داركم. وهاد القضيه ماشي غير فيك معروفه، هاد القضيه معروفه عليك انت، معروفه على خوك ناصر، معروفه على محمد، معروفه على توفيق العسكري، تيجيبهم كاملين. كنعرف العسكري فيهم، وعندي خبار على المهندس، وعندي خبار على استاذ الانجليزيه. فلهذا بلا ما نحط لك كل شيء، انا غنعطيك غير اشارات وانت تبارك الله راه غادي تفهم، راك غادي تفهم. اما بخصوص التهجم ديالو على الفقيه الفيزازي، عمي الفيزازي، انت دابا لما توصل بك الوقاحه انك تجاوز خطوط الادب والاحترام وترمي الفقيه الفيزازي بشي حاجه الله برؤ منها، لانه هادشي اللي كنتي كتقول لك كان واقع، كان القضاء المغربي غادي سميتو غادي يتخذ معاه الاجراء. لما تتهجم على العرض ديال شخص في العمر ديال باك ولا جدك وما كتراعيش نهائيا حدود الادب، يمكن لك ترد عليه في مساله انت مختلف معاه فيها، ولكن باش تجاوز انك تضرب في العرض ديالو غادي نقول لك خلي الفقيه الفيزازي في الجنب، وخلي داكشي اللي انت لقطيه من اليوتيوب ومن القنوات ديال الصرف الصحي في الجنب. اجي قول لينا شنو هي القصه اللي بسببها باك هزوه للمستعجلات، القصه ديال الفضيحه الجنسيه اللي وقعت لاختك وفاء مع ولد عمك مراد ولد عمك عبد السلام القباص. ياك عندك اختك سميتها وفاء وعندك ولد عمك سميتو مراد من مواليد 94، ولد عمك عبد السلام القباص اللي تيخدم القبص. شنو الفضيحه اللي وقعت بيناتهم اللي خلات باك يطيح ويمشي للمستعجلات وخلى اختك وفاء بيراء الى يومنا هذا؟ مزيان تخرج تعطي واحد التصريح للمتتبعين ديالك تقول لهم انا بونيف مصطفى النقش اللي السيره ديالي معروفه ومعلومه عند كل لسان، ها شنو كنت كندير، ها شنو كنت كندير، وحتى اختي ها شنو كانت كدير. فلما تجي ترمي المغربيات بالدعاره، الدعاره كاينه في داركم مصطفى. علاش شكون اللي يركب السكر في باك من غير الفضيحه ديال اختك وفاء؟ وبلا ما نتكلموا على سنه وعلى الميلودي وعلى الشيء الاخر، انا غير غادي ندوزو لك من ودنك بلا ما نتكلموا عليه. فإلا غادي تتكلم على العرض وعلى الشرف وعلى الاخلاق وعلى القيم وعلى المبادئ، بدا من دارك هي الاولى. انت دارك فيها الزينه، انت اختك مشى الشرف ديالها ومشات العذريه ديالها مع مراد، وكل مشات غير مع البراني ونقول اح وبردات البراني ضحك عليها، ولكن ضحك عليها ولد عمها وفي الاخر ما تزوجش بها. فلما تجي تهاجم الاعراض ديال الناس، يعني شوف، وإلا كنت انت تحاول توهم الناس في الاعلام على انك شريف، كن على يقين على انه يوجد في عين وسارة وكاين في الهامل ناس عارفين الاخبار ديالكم والسيره ديالكم من اولها الى اخرها. فهمتيني ولا ما فهمتينيش؟ هذه نقطه. النقطه الاخيره ولا قبل الاخيره اللي بغيت نذكرها هي مزيان ما حد تكنيت غتخرج عند المتابعين ديالك، وبما انه هذه الاوراق ديالك تكشفات امام النظام الجزائري اللي كنظن بانهم قريب غادي يستغناو عليك لما يوصلهم هذا الفيديو هذا، مزيان تقول للناس شنو هو التنازل اللي قدمتيه للسي محمد اليعقوبي المدير ديال او رئيس شركه جريده الحوار، اللي حاولتي انك توهم الناس انك صحفي وانت ماشي صحفي في الحوار. يعني في هذه القضيه ديال انك خايف من العين وخفتي يضربوك بالعين وسميتو، كتوهمهم انه انت صحفي في جريده الحوار، لكن في الحقيقه انت لست صحفي في جريده الحوار، انت شي حاجه اكبر من صحفي في جريده الحوار، وهو انت مدير قناه الحوار. فشنو تم بينك وبين السي محمد اليعقوبي؟ مزيان هذا
تحكي لنا عليه، وكذلك اثناء الحكايه ديالك تقول للناس علاش الدار ديالك تحرقات في 2019. هذه جبتها لك من الداخل ديال الدار. شتي هاد الخبيره هذه بوحدها، عندي جوج خبيرات جبتهم ليك من وسط الدار، اقسم بالله الا من وسط الدار جبتهم، ما جاتني لا من الجيران ولا من القريب ولا من البعيد. مزيان تخرج تقول للناس، وعلى فكره ماشي غير خبر، هاد التصويره دارك هذه ولا ماشي دارك هذه شعلات فيها العافيه في 2019. نقول لك اش من شهر في غشت، شكون اللي شعل لك العافيه في الدار؟ نقول لهم شكون اللي شعل العافيه؟ شعلتها عتيقه. الزوجه ديالك او الراجل ديالك، لانه انت اللي زوجه في هذه اللحظه هذه، الراجل ديالك عتيقه هي اللي شعلت لك العافيه في الدار، وهزات حوايجها وهزات انس وداتو لدار باها، حتى تدخلوا الناس ونوض باك ونوض الناس والعائله والجيران وبداو يطلبوا يزوقوا. وعلى ذكر انس شكون باه؟ عندك تقول لي انت باه؟ ما كاين حتى شي تشابه بيناتكم. ها الناس غادي يشوفوا، ها بونيف ها انس، داخلت عليكم بوجه الله. كاين شي تشابه بين الاب والابن؟ لا يوجد اي تشابه. لهذا مزيان تخرج تقول للناس هاد انس هذا شكون باه الحقيقي اللي انت ساكت عليه وما قدرتيش تقوله، لان عتيقه شدك من اليد اللي ضراك، جمع عليك كل الصور والفضائح ديالك بانك نقش، وقالت لك النهار تدوي في الخيانه الزوجيه اللي وقعات بينها وبين خوك، نقول سميتو ولا بلاش العسكري توفيق، ولا غادي نكشف الحقيقه ديالك للناس. فمزيان وحنا تنتكلموا وتندردشوا مع المتابعين، تخرج عند الناس وتقول لهم كذلك اشنو كاين وماذا وقع. هذه الناحيه. النقطه الاخيره، اليوم الجريده ديال الحوار استضافت حفيظ الدراجي، وانا جالس نتبع هذاك اللقاء لانه بغيت نشوف الراي ديالي، لانه عرفتهم غيتكلموا على المغرب وعلى الشان وعلى سميتو، اللي على فكره حفيظ الدراجي ضرب لهم داك الهايلالا ديال الشان وغنستضيفوا الشان، قال لهم الشان اصبحت لا قيمه له وما بقات عنده حتى شي قيمه وانتم عطيتوه اكثر من حقه. ما علينا، هو كانت وحله الاولى هو قالها. تعرفوا الفقيه سي اسماعيل عزوني. سي اسماعيل عزوني هو هذا احد الفقهاء والدعاة في جمهوريه فيلاج اللفت، هو اللي كان تكلم في ذاك الفيديو على الهجوم اللي وقع في جمهوريه فيلاج اللفت من اللاعبين ومن سكان جمهوريه فيلاج اللفت، جمهوريه أين أبي، على الفريق المنتخب المغربي الوطني الأقل من 17 سنة. كان ناض وما عجبوش الحال في واحد الخطبة ولا درس، وقال لهم هادشي اللي تديروا منكر وماشي معقول وغير مقبول نهائيا انكم تهجموا على الضيوف. ناضوا تيسبوه، اعلاميين سبوه، النظام انتقدوا الناس، ولكن علاش ما حبسوش؟ انا غادي نقول لكم علاش ما حبسوش، لانه كان حاضر اليوم في المنتدى ديال الحوار اللي استضفتوا فيه طعارجي الكلب النابح من قطر ديال بين سبورت. قال واحد الهضره بقى بونيف حاضر راسو ما قدرش يهز راسو، وحفيظ الدراجي عارف بان الفقيه تيمعني على بونيف، وحشم وحابس الضحكه ما قدر يقول حتى حاجه مسكين. هذا الفقيه اسماعيل عزوني او اللي هو معروف بالشيخ موسى عزوني، هو جزائري عنده الجنسيه الامريكيه، فقيه في امريكان اكثر من 20 سنه. الشيء اللي خلاهم ما يشدوش لما انتقد الهجوم ديال سكان جمهوريه فيلاج اللفت على المنتخب اقل من 17 سنه المغربي، هو عنده الجنسيه الامريكيه فعنده حصانه. اليوم جا فرقع الرمانه، اليوم جا هجم بطريقه غير مباشره على مصطفى بونيف وعلى قله الادب ديالو في التهجم على المغرب والمغاربه، وقال لهم راكم انتوما تتحفروا القبور ديالكم الى جهنم بهذه قله الادب والاحترام ديالكم، وبغيتوا تخرجوا لنا جيل من الشباب حامل الحقد والكراهيه على اخوانه وجيرانه المسلمين.
غادي نخلي لكم واحد القطعه من هذه اللقطات ديال الفقيه العزوني تسمعوها، قالها من وسط بؤرة الحوار الجزائرية، يعني جريدة الحوار الجزائرية، ولأنه عنده الجنسية الأمريكية بطبيعة الحال ما يقدروا يديروا معاه والو، شدوها وسكتوها. حتى حافظ الدراجي فاش بغى يرد عليه بدا غير يتفتف، قال له خلعتينا الفقيه، ودازت القضية هكاك. إلى أي مدى يشعر الأستاذ حفيظ أولا ثم من معه من الصحفيين بخطورة الكلمة التي تمزق أواصر الشعوب؟ ولعلك تفهم بعض ما أقصده. وأنا تكلمت في مباراة الجزائر والأستاذ يعقوب يعرف ذلك، وتعرضت لهجمة حين قلت كيف نضرب المغربي ضيفنا هنا، كيف نضربه، رغم أن التهنئة جاءتني من مدرب الفريق الوطني الجزائري. أولادنا 17 سنة في آخر مباراة ضربوا هنا، الجزائريين مع المغاربة. لماذا نلج بأبنائنا في أتون يعني حروب وتفاهات، حتى إذا ذهب ولدنا إلى بلد مثل المغرب أو غيرها يتعرض أيضا للشتائم؟ في الأخير كنوجه تحية لكل المغاربة الأحرار والمغربيات الحرائر، وتنقول لكم هذا المسمار الأخير ضرب في نعش عائلة بونيف اللي صدقت كلها كيهضر، بداية من الأب نهاية المصطفى والأخت ديالو وفاء، وبقية أفراد الأسرة ناصر، توفيق، محمد، والقائمة طويلة. فكنوجه واحد النداء من هنا لعائلة بونيف الكبرى، ولاد عمهم والما بقية، سليمان، عمو سليمان وعمو عبد السلام، القضية طويلة. هذا الشيء اللي سمعتوه الآن سببه بونيف، هو اللي خلى أسراركم تخرج إلى العلن وإلى العالم ويسمعها الجميع، مغاربة وسكان جمهورية فيلاج اللفت. وكنقول لمصطفى بونيف وجد الصويك ديالك، من بعد هذا الفيديو بإذن الله عز وجل النظام غادي يستغني عليك، جريدة الحوار بنفسها، والسي محمد اليعقوبي تا هو راه غادي يقول لك مع السلامة. تلاقاو فيديو اخر، ويبقى شعارنا الخالد: إذا زجرت فأسمع، وإذا ضربت فأوجع، فإن العاقبة واحدة، الله، الوطن، الملك.